وبركاته. ولد صدام حسين المجيد في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت إحدى محافظات صلاح الدين في يوم 28 إبريل سنة 1937. ووالده هو حسين المجيد وكان راجل فقير وبيشتغل في الزراعة، ومات قبل ولادة صدام بكام شهر. وفي روايتين على موته، في ناس بتقول ان هو مات بمرض خبيث، وناس تانية بتقول ان هو رمى نفسه من فوق سطح بيت بسبب ان هو كان بينقذ واحدة اتعرضت للاغتصاب. المهم في كلا الحالتين ان صدام حسين اتولد وهو يتيم، ووالدته هي السيدة صبحة طلفاح. ولما مات ابوه وولدت صدام راحت قعدت عند اخوها، واخوها كان اسمه خير الله طلفاح. وبعدها امه اتجوزت من واحد قريبها اسمه ابراهيم الحسن، فصدام راح يعيش مع عمه عند جوز امه. وكان ابراهيم الحسن ده معاملته مع صدام شديدة وقاسية، وكان دايما بيضربه ومرضاش يدخله التعليم وشغله بالزراعه غصب عنه. ده غير كمان ان هو كان بيشغله في الرعي برضه. والسيده صبحه انجبت من ابراهيم الحسن 3 ابناء، وهم برزان وطبان وسبعاوي. فيبقى